جلالة سلطان بروناي اهو. سنة حلوة يا سلطان، سنة حلوة يا سلطان، سنة حلوة يا سلطان. يا السلام عليكم، شكرا جزيلا. الناس هنا بتعشقه لان هو مدي كل البرونيين رعاية صحية مجانية، تعليم مجاني، أرخص بنزين في العالم، الأدوية هنا ببلاش، حاجات كتيرة جدا 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 ببلاش لشعب بروناي، الكهرباء والمية تقريبا ببلاش، يعني مهيص الشعب بتاعه. بيسافروا في أي حتة في الدنيا يدرسوا، بيسافروا في أي حتة في الدنيا يتعالجوا. لو واحد عيان بيدفع دولار واحد فقط لا غير. الدكاترة والبروفيسورز بيجوا من جميع أنحاء العالم عشان خاطر يعملوا له عملية هنا. يعني راجل مكيف شعبه على الآخر، عشان كده الناس بتحبه جدا جدا جدا. سلطان بروناي هو سلطان البلاد، هو رئيس وزراء البلاد، هو وزير الدفاع، هو وزير الاقتصاد، هو وزير المالية، هو ساعات بيبقى وزير الداخلية، هو المفتي بتاع السلطنة يعني الحاجة الأعلى في الدين. فهو حاجات كتيرة جدا 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 في بعضها. صحينا بدري جدا الساعة 6 الصبح هنا في الفندق، نبص على طول من راديسون هنا تقدر تشوف كل حاجه. الساحه السلطان هيحتفل بيها بعيد ميلاده، الناس وهي نازله، الطلبه وهي ماشيه في الشوارع، الناس وهي نازله من الاتوبيسات، البوليس هو موقف الشوارع. هننزل ونشوف عيد ميلاد السلطان عامل ازاي. الغريب والعجيب هنا في يوم عيد ميلاد السلطان في بروناي ان الشرطه نازلين، شايفين البوليس نازلين برضو من غير مسدسات يا رجاله. يعني البلد امان بطريقه غير طبيعيه. الشرطه من غير مسدس، من غير عصايه، من غير اي حاجه تماما. ورانا هنا في كل مكان هنا في الطريق المؤدي للساحه اللي هيعملوا فيها الاحتفالات. شايفين هنا بيقول لك الناس، كل البنات الجمال دول، كل الشباب الجميل دول بتاع المدرسه العربيه، تكلمونا العربيه، تتحدثون، تتكلموا عربي، ايوه ولا لا؟ لكن هي شاي هي شاي، حياء. شايفين بيقول لك الناس هنا حياء عندهم حياء. لكن تتكلمون العربيه ولا لا يا بنات يا جمال؟ وكل واحده شايلين علم مكتوب عليه العلم بتاع بروناي، مكتوب عليه الدائمون المحسنون بالهدى بروناي دار السلام. علم البلاد هنا، علم سلطنه بروناي. شكرا جزيلا. ما انتوا بتتكلموا اهو. شكرا جزيلا، السلام عليكم. قال لك الحياء هنا، الحياء يا اخي عندهم حياء غير طبيعي، الله العظيم. السلام عليكم. شعب البروناي شعب جميل والله العظيم، شعب عسل سبحان الله. شباب الكشافه بتاع بروناي هنا، كل واحد لابس الحاجات الكشافه، لابس العلم بتاع بروناي، لابسين حاجات مية مية. شايفين كله بالقاده بتوعهم هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله الحمد لله. الشعب كله بيتكلم عربي النهارده ما شاء الله، حاجه جميله، الله اكبر. كله تمام ان شاء الله، يوم جميل باذن الله. صح فيري جود داي ان شاء الله. شكرا، السلام عليكم. الحمد لله الحمد لله، نشكر الله الحمد لله. الشعب البروناي كله، هو في ناس من العائلات المالكه جايين هنا تقريبا، العائله المالكه البرونايه، كل خلاص كل الامراء وكل العيله المالكه جايين قدامنا. السلام عليكم، السلام عليكم. شايفين يعني حاجه غير طبيعيه. السلام عليكم. شايفين حاجه جميله جدا، كل الشعب مستني هنا. وبصوا لا بصوا اهو حاجات العربيات بتاعت العيله المالكه هنا، كل الامراء والناس المهمين في الدوله جايين يحضروا الاحتفاليه. شايفين هنا اللبس الجميل جدا التقليدي بتاع بروناي عامل ازاي، الناس بالرتب، بالمكتوب هنا العلامه بتاعت جلاله السلطان، بالنياشين اللي هم واخدينها في على الزمن، بالطاقيه بتاعتهم، حاجه جميله جدا كستات وكرجاله. شبابي بيقول لي انا عندي 78 سنه، so you're younger than the sultan by 1 year. يس 78 سنه. بقول له ما يبانش عليك ما شاء الله انك انت 78 يعني، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يديك الصحه الله يخليك. شايفين هنا الناس شباب من اكل السمك والاكل الحلو والروقان. مفيش سجاير في البلاد، ممنوعه تماما، مفيش خمره، ممنوعه تماما. فالناس هنا بتعرف تعيش ما شاء الله يعني حياه طويله من غير وجع دماغ، ومن غير اكتئاب، ومن غير ستريس، ومن غير حاجات كتيره جدا. ففي الاخر ما شاء الله شايفين بيوصلوا ان هم يعيشوا لسنين طويله جدا بصحه ما شاء الله 100 100. ولي العهد جاي لابس اللبس كله فورمال، حاجه جميله جدا. والعربيه الحراسه اللي وراه شايلين الدرع والسيف وداخلين.
الناس كلها منتظره دلوقتي، الساعه داخله على الساعه دلوقتي 8 و18 دقيقه، والناس كلها واقفين بقالهم كتير جدا. كل حتى ولي العهد وصل، كل الناس وصلت، الحراسات كلها واقفه، الناس الطلبه ابتدوا يقفوا، الدرونز اللي في الهواء خلاص اتحركت، فنعرف على طول. شايفين اهو الناس ابتدت تطبل، فده معناه ان سلطان البلاد هيوصل حالا. اهو 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 سلطان بروناي، جلاله السلطان بروناي داخل. شايفين الطلبه والهيصه، شايفين المنظر، كل الناس منتظرين. كام موتوسيكل قدامه، شايفين موتوسيكلات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 موتوسيكلات قدام جلاله السلطان، قدام عربيه جلاله السلطان اهو. زي ما انتم شايفين عربيه الحرس قدامه موجوده، الجيب بالاحمر، الناس لابسين الحراسات ماشيين هنا داخلين، الطلبه قاعدين بيهيصوا. حراسات تانية، عربيه حراسات تانية واقفه قدامه. كل الناس عشق لجلاله سلطان بروناي اهو. عربية رولز رويس من ال 600 وشوية اللي قدامه هنا اهو. جلالة السلطان، جلالة السلطان اهو. واو، سامعين المدافع هنا ورانا. واو، شايفين السلطان وصل، المدافع بتضرب. شايفين كم ضربة مدفع عشان خاطر احتراما لوصول سلطان بروناي، اغنى اماكن دولة في العالم كله. اول ما وصل هناك ولي العهد جاء باس ايديه وابتدوا الاحتفالية. ايوه، اعتقد 7 طلقات مدفع او اكتر، يمكن 10 هنا، ما اعرفش يعني. هنا الناس بتهيص. واو، كده اكتر من 7 بكتير. واو، شايفين هنا السلطان لازم بيكون قدامه 3، يعني واحد بيسوق و2 جنبه و2 وراه. حتى في العربيه الرولز رويس في 3 كانوا فاعصين نفسهم قدام و2 في ظهره، والعربيات الحراسه قبليه وقدامه. دخل على زي ما انتم شايفين كده في الفيلد عشان خاطر يحيي القوات المسلحه البرونيه، ويحيي رجال الجيش ورجال الشرطه وكل الناس بيعيد ميلاده. حاجه جامده جدا. هتلاقي العربيه بتاعته محطوط عليها 5 نجوم. اخذ اللفه، لف على كل الرجال القوات المسلحه، لف على كل الناس هنا، من الكشافه، من اطفال المدارس، في كل مكان. هسلم على كل الناس، داير ما يدور مرتين وراجع تاني للمنصه الرئيسيه. الجميل جدا ان احنا هنلاقي كل المجندات وكل الضباط السيدات اللي في الجيش البروناي كلهم لابسين الحجاب. كل البنات اللي في الشرطه لابسين الحجاب. ليه؟ عشان خاطر دوله بروناي دوله اسلاميه بتطبق الشريعه الاسلاميه من 2019. عندهم هنا كل حاجه تبع الشريعه بتطبق في بروناي. وعندهم يعني الزنا، عندهم مفيش شرب كحول، عندهم اللي بيسرق، يعني في حاجات كتيره جدا 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 بيطبقوا الشريعه الاسلاميه فيها. فهنا معظم البنات بتلاقيهم لابسين الحجاب والزي الاسلامي. تخيلوا لما العيله المالكه هنا او السلطان البلاد عنده اكتر من 7000 عربيه فخمه. اكبر تشكيله لرولز رويس، عنده عربيات رولز رويس معموله مخصوص ليه فقط لا غير. واحد من واحد، مش معمول منها 2 في العالم كله. هتلاقي واحده منهم اهو. شايفين عربيات الرولز رويس، كل الناس بتيجي تاخد صور معاهم. عربيات لامبورجيني، عربيات عنده اكتر من 600 عربيه رولز رويس معموله مخصوص ليه. حاجه بجد غير طبيعيه. نلاقي هنا عربيه ولي العهد، عربيه الامراء، عربيه الاميرات، حاجه بجد فخمه جدا 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 جدا. شايفين كل الناس اهو. ديبيتي برايم مينستر. شايفين دي عربيه ولي العهد بتاع ولي عهد بروناي. العربيه رولز رويس برضو، شايفين بالشعار بتاعها بحاجاتها، بعلم السلطنه هنا. شايفين علم شعار السلطان هنا. حاجه بجد جامده جدا جدا جدا. هتلاقي عربيات رولز رويس تانية ورانا.
مش مصدق ان هو يعني سايبين عربيات لكل الناس ان هي تتصور بيها. وشايفين هنا كله هتلاقي عليه نمر ما عدا عربيات العيله الملكس. لو عربيه سلطان ما لهاش اي نمره، ما لهاش اي حاجه. عربيه ولي العهد مكتوب عليها شايف ديبيتي برايم مينستر، ان هو مساعد وزير رئيس الوزراء اللي هو اصلا سلطان بروناي. شايفين هنا الناس كل واحد من قدام السواقين قدام السلطان بالموتوسيكلات، النياشين قد ايه ما شاء الله، وناس فيري بروفيشنال. يس ما شاء الله ما شاء الله. سلطان بروناي خلص الاحتفاليه بتاعته وطلع عشان خاطر كده خلاص كل الشعب دلوقتي هو بيحتفلوا بيه في الشوارع. وخلصت الاحتفاليه بتاعت عيد ميلاده الساعه 9:00 بالظبط، والحراسات اهي وراه والناس بتوع المراسم موجودين في كل مكان، والناس بالطبل والزمر في كل الشوارع. برو ناي هابي بيرثداي سلطان، هابي بيرثداي سلطان، هابي بيرثداي، هابي بيرثداي، هابي بيرثداي سلطان. كنا الصبح في نفس المكان في احتفالية السلطان. السلطان كان داخل من نفس الباب ده بالعربية، والناس والتحية والجيش والكراسي والكبار القادة السفراء الزعماء الرؤساء الملوك كلهم كانوا موجودين هنا عشان يحتفلوا سلطنة بروناي. ولكن الاحتفالية خلصت. هل الناس خلاص تروح؟ لا، هنا اول ما السلطان خلاص بيبقى عيد ميلاده بيقول لك اقيموا الافراح وليالي الملاح. الشوارع كلها بتتغطى في العاصمه هنا وفي كل المدن بتاعه بروناي بالانوار الجميله اللي انتم شايفينها دي. الناس بتنزل تحتفل بلا انقطاع لمده شهر بحاله، من نص يوليو لنص اغسطس، شهر بحاله. احتفاليه كبيره جدا كل الناس بتعملها، الشعب كله في كل المحلات، المطاعم، البنوك، المؤسسات، المنظمات، الوزارات، اي حد فاتح اي حاجه لازم يحط البانر ده مكتوب عليه عيد ميلاد سعيد لسلطان بروناي. وهنا كاتبين 79 عشان عيد ميلاده 79. وفي كل مكان هنلاقي هو الاول، اللي بعديه، اللي بعديه، اللي قبليه، اللي قدامه، في كل مكان هتمشي فيه بروناي كل السلطنه لازم حاطه العلامه دي عشان يحتفلوا. بيعملوها باللون الاصفر، هو لون السلطانه المفضل هنا، وعشان يحتفلوا بعيد ميلاد السلطان تحت اعلام بروناي. فاللي بيمشي فيه بروناي بيلاقي حتى شايفين الديكوريشن اصفر، الالوان اصفر، البانرز اصفر، العلم اصفر، بتبقى الدوله كلها اصفر في اصفر. اتمنى يكون الفيديو بتاعنا في سلطنة بروناي عجبكم وشفتوا ازاي قد ايه ان الناس هنا بتعشق السلطان بتاعهم، وان عيد ميلاده ده عيد ميلاد لكل الشعب البروناي. متنسوش تعملوا لايك وشير، تابعونا على صفحاتنا الرسميه على الفيسبوك، يوتيوب، انستجرام، تيك توك. حتى قبيش تراونا اجمد لايك، اصيع كومنت، واحلى شير عشان خاطر الفيديو يوصل لاكتر عدد ممكن حول العالم. كان معكم احمد حجاجوفيتش من العاصمه البرونيه بندر سيري باجوان. اشوفكم على خير باذن الله في حتت تانية كتيره جدا. سلام، إلى اللقاء. الى اللقاء يا اصدقاء.